السلام عليكم. أول بداية كل فيديو نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد. اليوم روتين غير شي. هنا عندنا الصالة. طبعا أحب أنوه لكم يعني إنه هذا مو بيتي أنا، هذا بيت عيالي، ويعني أنا قاعدة ويا عيالي صار لي فترة يعني ما طلعت من عندهم، وهاي الصالة مالتهم فمال عمتي يعني بالأحرى. فراح أشيل هذه الوجوه الكفرات، لأن بعنا القنفات وجبنا واحدة جديدة. ف يعني دا أحضر الصالة أرتبها وأنظف الزولية، وبدلنا ميز التلفزيون والتلفزيون، وجبنا القنفات الجديدة حلوة قعدت ما شاء الله. وراح أنظفها هاي كليته وأوديهن أغسلهن ذني الكفرات أضمهن، يعني نستفاد منهن بعدين مثل هم القنفات الجديدة. هنا بسم الله الرحمن الرحيم تحت الشباك الصبح، الهواء طيب. الجراج مالتنا هذا طبعا مال البيت. هنا بديت أرفع بالكفرات، وطبعا أحب أهنيكم كليتكم كل شعوب العالم والأمة العربية الإسلامية برمضان. إن شاء الله رمضان الخير علينا يا ربي، وإن شاء الله فرحتنا كبيرة بالقدوم مالته، وإن شاء الله يعني نبقى عائلة وحدة موحدة ومرتبطين، ويجمعنا هذه القنوات هاي كلها نجتمع بيها، وإن شاء الله رمضان خير علينا يا رب. يعني شو نقول، إن شاء الله موفقين الجميع، وكل عام وانتم بخير. زين عيني هنا أنا دا ألم الكفرات كليتها، وبعدين راح أخليها بالغسالة وأغسلهن وأرفعهن أضمهن طبعا مثل ما قلت لكم، لأن القنفات الجديدة جبناها ما ترهم ويا هذه اللي هي هذه عندنا. أنا عد هاي القنفات القديمة اللي هي صحولها العربية، القنفات الجديدة جبناها التركية. هي هاي شوي القنفات تعبانة وموديلها قديم، فالحجية طاجت من عندها قالت بدلوا لي إياها خطية، بدنا لها. هي دائما هي الوحيدة تقعد بالصالة، يعني أكثر قعدتها هي بالصالة. هنا أنا جبتهن مثل ما قلت لكم حطها بالغسالة. شوية هاي الغسالة همينة مو اللي مال عمتي، فشوية مدى أعرف لها بالقويلة ضبطت هذه. أنا عندي سامسونج فوق، فأنا قاعدة فوق يعني بالطابق الفوق، فقلت أشغلها هنا أغسلهن، وهاد مرة أشرها وأشيلها. نضبط الوقت والساعة. طبعا هي هاي الغسالة أحسن من الغسالة اللي عندي سامسونج. هاي يعني أكثر بنات أنا أشوف عندهم غسالات سامسونج يظل بيها يعني ريحة، إيش قد ما أحاول أنظفها وأغسلها وأعقملها أحط لها المنظفات وتبقى بيها ريحة، ما أعرف ليش. هنا أنا بلشت أنفض القنفات. طبعا إحنا بعناها بس يعني ما أحب أخلي في الشي، لما اللي ياخذها نظيفة. نفضناها كليتها. طبعا هنا الرياجيل البيت ما موجودين، فأنا نظفت وكملت للعصر. ورا العصر يلا اجوا شالوها وطلعوها بالجراج حطوها، فأنا كملت التنظيف. نظفت الزولية ونظفت الطبلات، يعني كملت شغلي كليته بين ما يجون. حتى جبنا وياهن كوشات تشوفوها بالتصوير، كوشات كلش حلوة. ويا جابونا اياه هدية. طبعا اخذناه احنا من منطقة الشعب اللي قاعدين ببغداد او بالعراق، يعني يعرفون منطقة الشعب. اخذناه من هناك، والله سعره زين يعني مناسب، ولونه همين من البيجيات. ويا جوزي كلش حلو. هنا استعملت المكنسة الكهربائية، كنسة الزولية. طبعا هو الروتين هذا يعني كل البيوت تسوي. انا سويته حضرته قبل رمضان. يعني شوية صار عندنا مساحة بالغرفة بالصالة، لأن احنا نفطر كليتنا هنا بالصالة، نجتمع بالفطور. فيعني بقت الزولية مفروشة ما شلتها، لأن
تعرفون الكبار بالعمر ما يدفون يعني إلا يريدون دفو، يبردون بعد. لحد الآن الجو بالنسبة لهم يعني بارد مو حار. فبقيت هالزولية، يجوز إن شاء الله على العيد يمكن أشيلها. فهنا كنست الزولية مثل ما قلت لكم بالمكناسة الكهربائية، ومسحت القاع. طبعا هاي أول مرة. بعدين همينا من شلنا القنفات شلت الزولية ومسحتهم من جدة وجديد، بس ما مصغرتها لأن اشتغلنا بالليل، ويعني ما أحب أني أصور وداير مداير هواية. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. هاي طبعا الصبح صورت كلهم نايمين. شوفوا التلفزيون جديد وميز التلفزيون، وهذه القنفات شنو رأيكم بيها؟ والله حلوة، تخبط كلش حلوة. طبعا هذا قماش بس يشبه الجلد، ما أعرف شنو اسمه شوية صعب ما قدرت أحفظه. هذا الكرسي الجوزي. مع الكوشات تختلف، الكوشات الجوزية ويا البيجي، والكراسي الجوزية وياها كوشات بيجية. شوفوا عمتي حاطة صوبتين للمولدة وللوطنية. هاي القنفات، وهاي الصالة ترتبت صارت تتخبل. هنا أنا طلعت للمنور وأنا كملت الصالة. هنا صار لي فترة طبعا ما منظفته. هنا كان عندنا هاي البزونة وخلصنا من عندها زين. هنا عندي الجهال يشمرون من الشباك، الملاعب والغراض والهاي، فصايرة هوسة. فقلت خلي أنظفه مطواني منظفة. طبعا قبل ما نجيب القنفات أنا سويت القنفات وبعدين، بس قلت فد مرة هو تصوير الصالة وبعدين أرجع. هنا دا نظف المنور كنسته ولملمت الأغراض والألعاب اللي هم مشمريها مذبيتها، لأن صارت لها فترة هنا فأكيد عادي وسخة صارت. وغسلتها همينة، وبعدين طلعت نظفت المناور اللي قصدي الممرات يعني بين الصالة وباب المطبخ. فهذا الروتين عيني يا حبايبي. هذا الروتين العادي الموجود بكل البيوت، بس اكو ناس تسويه يوميا، اكو يسوي بالاسبوع مرة، يعني حسب العائلة وحسب اذا عندكم اطفال عادي يوميا. احنا بالنسبة لنا اطفالنا يعني ما ينزلون جوا، يبقون فوق يمي، يعني احفادي يمي فوق قاعدين ما ينزلون جوا. اذا نزلوا ينزلون بالجراج يلعبون وبعدين يصعدون، ما يطبون للصالة. يعني عمتي شوية الضجور من هوسة الأطفال وهذه مرت كبيرة، فما يخليهم يعني يطبون هواية، يقعدون يعني حق قعدة 10 دقايق ونصعدهم مرة الثانية. همي أنا مدارس وقراية وهذه وملتهين الحمد لله والشكر، وإلا ما ضل شي همين على امتحانات نهاية السنة، وإن شاء الله سنة دراسية تعدي وإن شاء الله الكل ناجحين. هنا أنا أشوف يعني صارت يعني فترة طويلة يعني والله ما نظفت. والله واحد يعني الشغل البيت والالتزامات واحد ما دا يلحق. هنا عندنا هذا الممر ولا ما كملت، هذا بين الصالة وبين المنور غسلته ودا أنشفه هسه كل زين، وأسحب المية وأديه للمطبخ. طبعا هاي ننظف وإيدين على الطبخ وإيدين على الغسالة وإيدين. يعني من يلتم الشغل يلتم، بس أنا هذا هيك شغل أحب أسويه. مثل ما قلت لكم ماكو أحد بالبيت، كلهم بالدوام. ما أحب أني من أنظف يعني طابين طالعين يعني ما أتحمل أضوج، فهيك شغل أسوي من ماكو أحد بالبيت. هنا أنا كله سحبت المي ودخلته للمطبخ. طبعا هم أنا جلفته للمطبخ، هذا الجلف طبعا اللي بالفرشة والمونكس لأن تعرفون مكان الدهن. هنا طلعت الدواسة بالجراج، غسلتها جلفتها جلفة زينة بس ما صورت، وبعدين غسلتها هسه بالمي. هاي نحطها بباب المطبخ اللي يطب ويطلع عادي يعني. هسه أكمل الجراج وبعدين
عندي شغل هاي طبعا الجوة اللي كملته كليته، بعدين اصعد فوق. عندي فوق بالطابق مالتي عندي هم ترتيبات وتنظيفات. شوية اني احضر للفوق وانزل للجو، اقول الجو اخلص من عنده، يعني يجوز احد يجي شي، فاخلص الشغل كله الجو بعدين اصعد للفوق. هنا الحمد لله كملت. شوفوا هنا نشفه شوية عمود لا يظل رطب القاع. لازم ندخلها الغراض كليتها جوا ونلملم. هنا مكان المي صاير عندي اسود مال سبالت سنة على سنة، وصارت القاع حامات بها سواد تكلسات. ايه هنا انا صعدت فوق بدلت البردات اللي عندي. كانت غير وحدة، خليت هاي الثانية بنفسجية. وهنا دا نظف البنكات، ونظفت فوق الثلاجة، ونظفت الثلاجة. طبعا انا هنا صاعدة على الدرج ارجف اخاف من العلو، فبالقوة صورت، بس دا تشوفون الكاميرا تروح وتجي بايدين ما اعرف، واخاف كلش، اخاف من المرتفعات يعني. هنا انا ضبطت التليفون او الكاميرا، ونظفت البنكة مال. طبعا هاي لا يمها طباخ لا يمها شي، وشوف عبالك بيها دهن. أنا ردت أنظف وأكمل قبل ما يجينا الشهر الكريم، نستقبل على نظافة. هنا أنا عندي هاي الرفوف همينة فوق، حاطة بيها المواد الكهربائية والغلاية والترامز، هاي كلها أنا استعملها فوق يمي. فرغتها ومساحتها كل الزين. شنو التعب يقرأ ألف، التعب يقرأ ألف. وطبعا هاي كلها أنا بوحدي، لأن بنتي الكبيرة بالكلية، ويعني ما عندي أحد، بس أنا هنا أنا بالمطبخ. زوجي الله يحفظه دا يبدل لنا النيونات، لأن أظلم سوالي هذا واحد دا يسوي لي الثاني. فقلت له بدل لي عين النيونات لأن كلش أظلم. جاب لي واحد كبير وأبيض، تشوفوه ما شاء الله يسوي إنارة تخبل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا عندي هاي الخشباية اللي أحطها على الكاونتر تعطيني طول الكاونتر اللي أصور عليهم. تضررت هنا عندي بفعل مثلا جدر حار أو شيء. الله أكبر. فدا أزيله هسه عندي. صعدتها بغرفتي، ما أقدر أشتغل بالمطبخ، فراح أحاول أزيله كليته، ولو هذا ينشل عاد يبقى عندي هذا الأبيض. راح أشيله كليته وأرجع وياكم على مود قريب من عندكم استفسار يعني. هنا أنا كملتها وصعدتها مرة الثانية، نزلتها العفو للكاونتر. فدا أقول يعني أرزق عليها مرة الثانية تعب، فبقيتها هيجي. وراح أخلي عليها الفرشة مع رمضان إن شاء الله على التصوير الثاني تشوفوها مفروشة. فقلت بقيها بهاللون يعني ما يأثر عندي، ومهم على إيدي أنا دائما أنظفها، فشفت لونها أحلى من الألوان يعني، فراح أبقيها هيك. شنو رأيكم؟ هنا أنا بدلت البردات مال المطبخ وبفراولة ويعني على حمار، واشتريت مصفي للسينك هم أحمر، وهذا همينة تشرشف للسينك همينة بفراولة بالقوة اللي لقيته. وهنا نهاية الفيديو حبايبي، لا تنسوني بالشير واللايك وتفعيل الجرس. باي باي.